السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمتابعيني وأيضا لغير متابعيني. تشوز يعني اختار أو يختار. هنلاحظ أن حرف CH طبعا هنا حرف مركبة. إذن CH بينطق كاف وبينطق شين وأيضا بينطق تش. هنا نلاحظ أن CH أخذ تش. بالنسبة لحرف الأو الأولى اتنطقت واو، التانية طبعا صمت عشان طبعا الحرف متكرر، والإس طبعا أخذ صوت الزين عشان طبعا وقع بين حرفين متحركين، فإن في هذه الحالة بياخد زين. عشان كده النطق بتاعها تشوز يعني اختار أو يختار. تشوز I will space I أنا will سوف space نقط to my faculty يعني كليتي. next month الشهر القادم. طيب نختار بقى يا شطار went ذهبت ولا gone ذهبت ولا going. طبعا الجي سايلنت، الجي هنا سايلنت. إذا القاعدة تقول حرف الجي إذا جاء في آخر حرف الكلمة يكتب ولكن لا ينطق. طبعا الكلام ده على my responsibility، على مسؤوليتي. go أذهب. طبعا الإجابة الصحيحة نفكر شوية كده، نفكر مع بعض شوية. الإجابة الصحيحة هي go. طيب ليه يا شطار جو؟ عشان القاعدة بتقول يجب أن يكون الفعل الذي يأتي بعد will لابد أن يكون في الانفينيتيف يعني المصدر أو الفيرست كونجيجيشن التصريف الأول للفيرب. يبقى الإجابة الصحيحة I will go. I will go. تمام يا شطار؟ طبعا ان شاء الله لا تبخل باللايك والاشتراك، عشان طبعا اللايك يا جماعه بيعمل على سرعه انتشار الفيديو. اترككم في رعايه الله ودمتم، والى اللقاء في محاضره اخرى. Goodbye and I will see you again next lecture. Goodbye. اترككم في رعايه الله. طبعا لا ننسى في الديسكريبشن في الوصف، طبعا وصف الفيديو هنلاقي طبعا في وصف الفيديو في فيديوهات مهمه جدا 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 جدا، نبقى ان شاء الله نسمعها. في اسفل الفيديو في الديسكريبشن في صندوق وصف الفيديو هنلاقي فيه لينكات لمحاضرات مهمة جدا جدا جدا. أترككم في رعاية الله ودمتم.